السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للناس اللي سألت على ايرور اللي بيبقى في المكنة الكيوسيرا 7460 بيبقى ايه مشكلته، فانا دلوقتي جاي اعرفك ازاي تحل موضوع العطل دوت في المكنة الكيوسيرا بنفسك من غير ما تحتاج فني او تحتاج مهندس صيانة. اولا انت هتطفي المكنة، تمام؟ هنطفي المكنة دلوقتي وهعرفك دلوقتي الايرور ده ايه سببه. الايرور دوت بيبقى سببه هوبر المكنة. معنى ان هو اداك الايرور ده فمعنى كده ان الهوبر دوت فيه مشكلة. تمام، انا فاكر دلوقتي مسامير الهبر ويعني نخلي المكنه في وضع استعداد عشان اوري لك بسرعه. احنا بنفك مسمار، ادي واحد وادي اتنين، ونفس الكلام هنا واحد برضو وادي اتنين تحت اهو، برضو بيبقى في مسمار هنا رابع. وبعد ما بنفك الاربع مسامير بتوع الهبر دول بنفك برضو مسمار البوابه بتاعت كابل الهبر وبنفتحها كده زي ما انت واخد بالك اهو. انا شايل الكابل حاليا فعلشان كده هو مدي الايرور، فعشان كده انا هعرفك بقى ازاي لما يكون عندك الايرور ده في مكانتك تعمله بنفسك من غير ما تحتاج فني او تحتاج مهندس صيانه. بس قبل ما نبدا عايزك تصلي على النبي وتعمل اشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. وتعالى اعرفك بقى، احنا دلوقتي هنطلع الهبر، تمام؟ بعد ما بنطلع الهبر كده لان هو سبب الايرور، تمام؟ فاحنا هنعمل ايه؟ الهبر قدامنا اهو. هتبدا ان انت تجيب مثلا مفك وواحده واحده كده ايه، تبدا تضرب على الهبر بحيث ان لو في اي حبر مكلكع فيه يبقى يعني الحبر المكلكع يتفك بسهوله يعني. تبدا تديله ضربات كده اهو، تمام؟ وهو بيبقى فيه هنا هو فتحه، تمام؟ في الهبر من فوق وانت بتفتحها وبتجيب بلور، وبتبدا ان انت ايه تنضفه زي ما انت شايف كده، وهيبدا يطلع حبر. بس طبعا الهبر ده سليم فاحنا مش محتاجين الكلام دوت. فانت لو ان شاء الله حصلت المشكله فهتضطر ان انت بالبلاور تقوم جاي مديه بلاور هنا اهوت بحيث ان الحبر المكلكع جواها يطلع. وبيبقى عندك برضو هنا تحت الهبر اهو هتبقى دي مفتوحه، وانت بتعمل بالبلاور من فوق هتسيب دي مفتوحه بحيث ان اي حبر مكلكع يطلع من هنا اهو. وبيبقى عندنا برضو فتحه تانية اهي، كل الفتحات دي هتعملها بالبلاور. وبعد ما تخلص كل الكلام دوت وتحس ان هو خلاص بقى نضيف كويس، هتبدا